يدير لا خير في أمة تأكل مما لا تنتج وتلبس. تخيل معايا دولة بتصرف من 3.5 ل5 مليار دولار مش علشان تعمل مصفاة بترول ولا مدينة ذكية ولا حتى قاعدة عسكرية، لا، كل الفلوس دي علشان اللبن أو الحليب. قطر داخلة بكل تقولها في مشروع ضخم جوه قلب صحراء الجزائر. مشروع هدفه الأساسي إنتاج اللبن، لكن الموضوع مش بسيط زي ما بيبان، القصة أعمق بكتير من كده. ليه؟ لأن اللي بيحصل ده مش مجرد استثمار، ده رهان استراتيجي على مستقبل المنطقة كلها، وتحالف نادر جدا بين قوتين عربيتين بيسيطروا على تلت احتياطي الغاز في العالم. النهارده هحكي لك القصة الكاملة من أول نقطة الحليب لحد السيطرة على طاقة العالم، من جوه الصحراء، من وسط الرمال اللي كانت لحد وقت قريب مهجورة دلوقتي بتتحول لمزارع عملاقة وأبقار مستوردة وتكنولوجيا بتتطبق لأول مرة في المنطقة. السؤال هنا، هل ده مشروع اقتصادي ولا في رسالة أبعد من كده؟ ركز معايا علشان اللي جاي مفاجآت وحقائق يمكن أول مرة تعرفها. تعال نحكي الحكاية من الأول واحدة واحدة. ركز معايا في الفيديو ده وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان الحلقات الجاية هتكون أقوى. أنت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنة هذول. قسما بالله اللي حيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم. عيب أنتوا بتتعاملوا مع ناس كبار. في وسط صحراء الجزائر في منطقة اسمها أضرار، بيتبني دلوقتي مشروع أشبه بالخيال. مشروع لو اتنفذ على أكمل وجه هيغير خريطة الزراعة والصناعة في شمال أفريقيا بالكامل. اسمه بلدنا الجزائر. المشروع ده هو تحالف استثماري ضخم بين شركة بلدنا القطرية والحكومة الجزائرية، والهدف منه هو إنتاج الحليب محلياً بجودة عالية وبكميات ضخمة تغطي نص احتياجات الجزائر من اللبن المجفف. وعشان تفهم ضخامة اللي بيتعمل، خليني أقولك إن المشروع يمتد على مساحة 117,000 هكتار، يعني حوالي 289,000 فدان، يعني تقريباً قد مساحة دولة صغيرة زي لبنان. لكن المشروع مش بيستهدف الإنتاج، هو كمان بيبني نظام متكامل من الألف للياء، من زراعة الأعلاف والحبوب لتربية سلالات الأبقار الحلابة جايبينها مخصوص من أمريكا علشان إنتاجيتها العالية، لحد مصانع المعالجة اللي هتحول اللبن لحليب مجفف يخزن ويوزع. ليه في الصحراء؟ لأن في الجنوب الجزائري في ثروات مائية جوفية ضخمة وغير مستغلة، والمشروع هيعتمد عليها لري المزروعات وسقي الماشية، يعني الصحراء هتتحول واحد إنتاج ضخمة، وده بحد ذاته حلم كان صعب يتصدق، لكن دلوقتي بيتحقق على الأرض. ومش بس كده، المشروع هيوفر أكتر من 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وده معناه تغيير شامل في حياة آلاف العائلات اللي عاشت سنين في مناطق مهمشة من غير شغل ولا خدمات. ده كمان هيكون ليه تأثير اجتماعي ضخم، وهيخلق قطب اقتصادي جديد في الجنوب بعيداً عن الشمال اللي دايماً كان فيه التركيز. وده توجه استراتيجي من الدولة الجزائرية علشان توازن التنمية وتخلق فرص حقيقية. اللي بيخلي المشروع ده مختلف عن أي مشروع تاني هو إن قطر مش داخلة لمجرد استثمار ربحي، لكن جايبة معاها خبراتها اللي حققت بيها الاكتفاء الذاتي من الألبان في ظرف سنين قليلة. التجربة دي لو اتنقلت بنجاح للجزائر فهيبقى عندنا نموذج عربي ناجح للتنمية الحقيقية، مش بس كلام على ورق. ولو المشروع ده نجح بالشكل المتوقع ممكن يشجع دول تانية تبدأ تنقل نفس النموذج، وده هيكون تغيير حقيقي في مفاهيم الزراعة والصناعة في العالم العربي. كمان وجود استثمار زراعي ضخم في منطقة زي أضرار ممكن يخليها واجهة جديدة للبحث العلمي وتجربة أساليب زراعة متطورة تتماشى مع التغيرات المناخية. والأهم، المشروع هيخلق فرصة اقتصادية محلية تبدأ من المزارع وتنتهي في المصانع، وتفتح المجال لصناعات تكميلية زي التغليف والنقل والتوزيع. التحالف بين الجزائر وقطر مش وليد اللحظة، ده نتاج سنين طويلة من التنسيق السياسي والدبلوماسي اللي تحول فجأة لانفجار اقتصادي غير مسبوق. الجزائر بتمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، حوالي 159 تريليون قدم مكعب، وقطر عندها ثالث أكبر احتياطي، أكتر من 858 تريليون قدم مكعب. تخيل لما الاتنين دول يشتغلوا مع بعض. التحالف ده مش بس بيعني قوة اقتصادية، ده كمان بيبعث برسالة سياسية قوية للغرب إن العرب يقدروا يتحكموا في مواردهم
ويديروها بعيداً عن الهيمنة الغربية اللي كانت مسيطرة على كل حاجة زمان. وده كان واضح لما قطر دخلت لأول مرة في قطاع الاستكشاف الطاقوي في الجزائر. خطوة وصفتها التقارير الغربية إنها تاريخية، ومن ساعتها بدأ التنسيق يوصل لمستويات تانية. منتدى الدول المصدرة للغاز GECF اللي بيدمج الجزائر وقطر بقى منصة لتحديد مستقبل أسعار الغاز في العالم وتأمين الإمدادات. التحالف ده بيدي قوة تفاوضية ضخمة جدا تخلي الغرب يعيد حساباته، لكن في المقابل الغرب مش واقف بيتفرج، في مراقبة، في ضغط غير مباشر، وفي محاولات لتطوير أي تمدد عربي في مجالات الطاقة. وعشان كده المشروع الزراعي في أضرار ملوش بعد اقتصادي بس، ده كمان حماية أمن غذائي في مواجهة تقلبات السوق العالمي، خاصة بعد أزمات زي كورونا وحرب أوكرانيا. اللي بيخلي التحالف الجزائري القطري فعال هو إن كل طرف عنده ما يقدمه. الجزائر عندها الأرض والمية والموقع، وقطر عندها الخبرة والإدارة والتمويل. التداخل ده بيخلق تكامل نادر، وممكن يكون نموذج جديد للعلاقات بين الدول العربية بعيداً عن الشكليات. ولو حصل اندماج فعلي في ملفات تانية زي التعليم والصحة والتكنولوجيا، فممكن نشوف ولادة محور عربي جديد مش بس بيكمل الغرب، ده بينافسه. الرهان القطري مش عشوائي، ومش صدفة إنهم اختاروا الجزائر. البلد عندها موقع استراتيجي عبقري، بوابة لأفريقيا وعلى بعد ساعات من أوروبا، وعندها استقرار سياسي نسبي وبنية تحتية واعدة. كل ده بيخلي الاستثمار فيها قرار منطقي واستراتيجي. قطر دلوقتي هي المستثمر العربي الأول في الجزائر بمشروعات تتجاوز قيمتها 5 مليار دولار، وده في قطاعات متنوعة من السياحة، الاتصالات، للزراعة والصناعة. ده غير مشروع الحديد والصلب في بلارة، واحد من أكبر المصانع في شمال أفريقيا، اللي هدفه تقليل اعتماد الجزائر على الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الصناعي. التوسع القطري بيتم بخطة واضحة، مش بس ضخ فلوس، لكن كمان نقل خبرات وتكنولوجيا وإدارة. وده اللي مخلي الشراكة دي مش تقليدية، لأ، دي شراكة بتحاول تبني نموذج اقتصادي جديد في المنطقة. ومع إن الغرب ممكن يشوف اللي بيحصل تهديد، لكنه كمان دليل على إن العرب لو اتفقوا يقدروا يعملوا حاجات عظيمة، خصوصاً لو الرؤية مش بس للربح لكن للتنمية. الموضوع مش بس أرقام واستثمارات، ده كمان شكل جديد من العلاقات العربية مبني على المصالح المشتركة والوضوح والتكامل بدل التنافس. وده اللي ممكن يصنع نوع جديد من الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة. كمان لما مستثمر زي قطر يدخل بكل القوة دي، ده بيبعت إشارة لباقي الدول العربية إن الجزائر بقت بيئة جذابة ومستعدة تكون مركز إقليمي حقيقي. في النهاية اللي بيحصل في صحراء أضرار مش مجرد مشروع لبن، ده مشروع بيفتح باب واسع للاستقلال الاقتصادي العربي. تحالف بين دولتين عندهم رؤية وقدرة وطموح، حطوا إيدهم في إيد بعض وقرروا يكسروا قواعد اللعبة. هل هينجحوا؟ ده اللي الوقت هيقوله، لكن المؤكد إن في حاجة كبيرة بتتخلق، وإن لو التجربة دي نجحت فهيكون في نسخ منها في أماكن تانية. وهنا لازم نسأل نفسنا، هل العرب أخيراً هيقدروا يمسكوا بإيديهم زمام قوتهم؟ سيب لي رأيك في الكومنتات وقول لي، أنت شايف المشروع ده حلم كبير ولا مغامرة محفوفة بالمخاطر؟ وإياك تفتكر إن المشاريع دي بعيدة عن حياتك، بالعكس، دي بداية المرحلة ممكن تغير شكل الاقتصاد في بلادنا وتفتح فرص جديدة لشباب كتير، وتحول الصحراء لفرصة بدل ما كانت عبء. وكمان النوع ده من الاستثمارات ممكن يكون الخطوة الأولى لعالم عربي مختلف، عالم قادر يعيش من خيره ويصنع مستقبله بإيديه بعيد عن أي تبعية أو انتظار لمعونات من بره. بس كده، وزي ما بنقول دايما على قناة علشان لو حد سألك، لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي شكرا إنك كملت معانا لآخر الفيديو. لو عجبك التقرير ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد. نشوفك في الفيديو الجاي، سلام. الحين هو ياخذ امره بيديه، واحد الوقت نبيع النفط، نبيع البترول باش نشري البصل، ولا باش نشري الثوم، ولا باش ندير البصل تاعي وندير الثوم تاعي وندير. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنه هذول. قسما بالله اللي هيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم. عيب تتعاملوا مع ناس كبار.